خليني أسألك سؤال بسيط. آخر مرة قعدت ساعة كاملة تشتغل على حاجة مهمة من غير ما تفتح موبايل، من غير إشعارات، من غير شات، من غير ما عقلك يسرح؟ لو بيحصل لك كده فالكتاب ده مخصوص علشانك. الكتاب دي بورك مش عن الإنتاجية ولا عن إدارة الوقت. الكتاب ده عن إزاي تسترجع عقلك في عالم مصمم إنه يسرقه منك. الفكرة الأساسية، الكتاب بيقول فكرة واضحة جدا: في عالم مليان تشتيت، الشخص اللي يعرف يركز بعمق هيكسب دايما. التركيز العميق بقى مهارة نادرة، وكل المهارة ما تقل قيمتها بتزيد. الجزء الأول: ليه العمل العميق مهم؟ العمل العميق له قيمة. احنا عايشين في مرحلة اسمها إعادة التشكيل الكبرى للاقتصاد. التكنولوجيا بتتطور بسرعة، بس مهارات البشر لأ. وده خلق 3 فئات بس هي اللي بتكسب: ناس عندها مهارات عالية، ناس هي الأفضل في مجالها، وناس عندها رأس مال. طب تدخل ازاي الفئات دي؟ الكتاب بيقول محتاج حاجتين بس: تتعلم حاجة صعبة بسرعة، تنتج شغل عالي الجودة بسرعة، والحاجتين دول مستحيل يحصلوا وانت مشتت. العمل العميق هو اللي بيقوي مخك، بيخليك تتقن مش بس تفهم، وبيخليك تسبق غيرك بخطوات. 2: العمل العميق نادر. طب لو العمل العميق مهم كده، ليه أغلب الناس مش بتعمله؟ بص حواليك: مكاتب مفتوحة، إيميلات طول اليوم، شاتس، اجتماعات وسوشيال ميديا بقت جزء من الشغل. في ثقافة اسمها لو مش بترد بسرعة يبقى انت كده مش شغال. والكارثة إن الناس بقت تخلط بين الانشغال والإنتاجية، لكن الحقيقة الانشغال غالبا سطحي، بيستهلك وقتك من غير ما يضيف قيمة حقيقية. وعلشان كده العمل العميق بقى نادر، والنادر دايما غالي. 3: العمل العميق له معنى. الكتاب بيحكي قصة حداد بيصنع سيوف بإيده، شغل صعب محتاج تركيز ومجهود، بس الراجل ده حاسس بالمعنى، حاسس بالقيمة، حاسس بالرضا. في المقابل كتير من شغلنا النهاردة إيميلات، تقارير، مهام ملهاش أي نهاية، فنحس بإحباط وفراغ وتعب نفسي. الكتاب بيقول المعنى مش في نوع الشغل، المعنى في العمق. أي شغل لو اتعمل بتركيز حقيقي بيدي إحساس بالإنجاز والرضا. الجزء الثاني: إزاي نطبق العمل العميق؟ القاعدة الأولى: العمل بعمق. أكبر كذبة بنقولها لنفسنا هركز إزاي لما أبقى فاضي؟ مش هيحصل. الإرادة بتخلص، علشان كده محتاج نظام، روتين، مواعيد ثابتة. مش تسيب التركيز للمزاج. اختار وقت، اختار مكان، اقفل كل حاجة واشتغل. والأهم الراحة مش ضعف، الدماغ محتاج توقف علشان يرجع أقوى. القاعدة التانية: تقبل الملل. احنا بقينا نكره الملل، وأي ثانية زهق نمسك الموبايل، وده درب مخنا إنه ما يعرفش يركز. الحل مش إنك تمنع الإنترنت، لكن إنك تتحكم فيه. وقت للتركيز، وقت للتصفح، ودرب نفسك تقعد مع فكرة واحدة حتى لو زهقت. القاعدة التالتة: اترك السوشيال ميديا. مش كل حاجة ليها فايدة بسيطة تستاهل وقتك. الكتاب بيقول أي أداة اسأل هل بتخدم أهدافي الأساسية. جرب 30 يوم من غير سوشيال ميديا وشوف تركيزك وهدوءك وإنتاجيتك. غالبا مش هتحس بفرق كبير غير إنك أحسن. القاعدة الرابعة: استنزف الشغل السطحي. مش كل شغل مهم حتى لو باين إنه مستعجل. اسأل نفسك: المهمة دي أي حد يقدر يعملها ولا محتاجة تركيز ومهارة؟ قلل إيميلات، اجتماعات، مهام ملهاش قيمة، وحدد وقت نهاية للشغل علشان وقتك يبقى ليه سعر. خلاصة الكتاب بيختم بقصة بيل جيتس، كان بيعزل نفسه شهور يركز على مشكلة واحدة، والنتيجة غيرت العالم. العمل العميق مش سهل ومش مريح، بس الحياة العميقة هي أحسن حياة ممكن تعيشها. لو عايز تكون من الناس القليلة دي لازم تسيب الزحمة دي. ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك واشتراك في القناة.